الرحيم. فيما يخص هذا الهدم، عملية الهدم كانت تمت على بناء أوامر، يعني هي أصح العبارة هي أوامر من الشركة المسماة LP2O، هي شركة مختصة في التحليل ديال القناطير وديال الآخر. ملي داروا تحليلات جبروا ذاك غير قابل لأنه آئل للسقوط، وبالتالي كان عليهم باش يهدموه هذه سنين، لأنه الظروف ديالهم ديال الاكراهات ماليه هذه وهذه اجلوا داك الشيء حتى اليوم. كاين العمليه ديال الهدم، كاين دراسه على اساس انه غادي تبنى مسمكه نموذجيه فيها قاعه تبريد وفيها اماكن فيها جميع المتطلبات اللي كاين هذا المقترح، ولكن يعني ما عندناش 100%، ما كانش 100%، ما شفناش ديك الدراسه كما كانت. وعلى على حسب ما يبلغنا المسؤولين على انه غادي تكون عندنا مكان لبيع السمك، حتى حنا نقدروا نستقطبوا السياح اللي كيجيو الفضيصه، ونستقطبوا جميع الزبناء من كل مكان. لان حاليا الاوضاع ديال هذا السوق هذا اللي كان حتى لي باركير ما كانش. الانسان اللي جاب السياره ديالو ما كاينش فين يديرها، نظرا لهذا الباعه المتجولين اللي مدورين في السوق وهذه الفوضى اللي كاينه داخل السوق، وكاين غياب ديال الامن اللي ما كاينش عندنا بتاتا، لان التواجد ديال الامن خصو ضروري يكون داخل الاسواق، حنا ما عندناش. وفي غياب المراقبه الصحيه راه ما كاينش مراقبه، وبالتالي حنا يعني كنشوفوا بان رغم اننا تجار وكنقولوا حقيقه ان المواطن البركاني راه يعني كيغامر من ياكل العود، لان ما عندناش مكان مخصص لبيع الاسماك، ما كاينش في المدينه ديال بركان. وحنا نتمناو من الجهات المسؤوله انه تسمع الطلبات ديالنا وتساعدنا على اساس انه حتى حنا يكون عندنا سوق نموذجي لبيع السمك. وفيما يخص كاين المسمكه اللي كدار فيها المزاد العلني وهذا ما عندناش في بركان، والدليل انه الا بغيتوا تمشيو تصوروا داك الشيء وتوريوا للراي العام فين حتى اللحم اللي راهم ياكلوه، حتى اللحم ماشي غير الحوت، حتى اللحم اللي راه ياكلوه انا نقول قابل للطعم، لان ذاك المكان غير مناسب بتاتا. الواد الحار ما كانش، الازبال في كل قلب، جميع الحشرات اللي خلقها ربي كاينه تما. وبالتالي حنا نطالبوا الجهات المسؤوله باش ديرنا مسمكه نموذجيه مسمكه نموذجيه كسائر المدن المغربيه، وحنا نخضعوا لهم لجميع الضرائب ديالهم وجميع القوانين اللي تلزمنا.